هي محطة الرمل ليه اسمها محطة الرمل؟ رغم انها ما فيهاش رمل يعني. يا مساء الرضا والسعادة. طبعا ما فيش اسكندراني ما يعرفش محطة الرمل وبيوتها اللي بقى لها اكتر من 100 سنة، بس ليه يا ترى اسمها كده؟ بصوا يا سادة، زمان سنة 1800 وشوية كده كانت المنطقة دي منطقة رملية شبه الصحراء، وفيها واحات صغيرة بيلجأ ليها الأعراب في مواسم الأمطار علشان بيدوروا على مراعي للغنم بتاعهم. وكان ورا الكثبان الرملية دي قرية صغيرة اسمها الرملة فيها سكان قليلين قوي، وكانت الحكومة المصرية بتعتبر ان المنطقة دي من المناطق العسكرية الحدودية اللي ما ينفعش حد يتجول فيها إلا بإذن من السلطات الخاصة، لحد ما جه وقت صرح بيه والي مصر محمد سعيد باشا عام 1858. صرح بإيه؟ يحط وابور مية رئيسي لتنقية المياه عشان تدخل البيوت، وده اللي أدى لدخول ناس أكتر وأكتر، وبدأوا يعمروا في المكان